السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب بدعوك برضو ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقات الجديدة. وما تنساش ان انت تنزل تدوس لايك للفيديو، وبشكر الناس اللي بتكتب الرقم بتاع اللايك بتاعه، شكرا جزيلا ليكم. دي اول حاجة. طيب الحاجه اللي عايز ابدا بيها، خلي بالك الحلقه هي مخصصه على النادي الاهلي بس، ما فيهاش كلام كتير بره، وما فيهاش بقى لا صفقات ولا حاجات. احنا هنتكلم على الاهلي ومباراه النهائي والقايمه والحاجات دي. بس معلش ثانيه بس، هنتكلم على حاجه كده في السريع. وانا قاعد بحضر الحلقه عشان يعني الاخبار والكلام ده كله، وقع قدامي البوست اللذيذ اللي حضرتك هتشوفه ده. زي ما انت شايف ده موقع كوره بلس منزل يعني الصوره الجميله اللي انت شايفها دي، وكاتب فيها اجتماع اللجنه الفنيه لحسم مصير المعارين. آه طبعا انا هسيب لك الصوره كده شويه، اتفرج عليها كده وتامل. هل مش حاسس ان في شخص مهم المفروض كان يبقى موجود في الصوره دي مش موجود؟ معلش تعالى لي بقى. هل انت مش حاسس ان في واحد المفروض اهم من الناس اللي قاعده دي كلها هو مش موجود؟ بصرف النظر عن الاسماء دي وهل هي تليق او لا تليق، الكلام ده ما يخصناش وما يهمناش، لانه بتاع الزمالك هم احرار بينهم وبين بعض. ولكن في شخص اعتقد انه كان المفروض يكون قاعد. واحد يقول لي مين هذا الشخص؟ الشخص ده هو المدير الفني اللي هيناقش مصير المعارين، سواء الناس اللي جايه او الناس اللي طالعه. فانت ازاي بتجتمع وبتعمل الكلام ده كله من غير المدير الفني اساسا؟ واحد يقول لي طب ما عادي. لا مش عادي. انا مثلا في النادي الاهلي لما بيحصل حاجه زي كده بيبقى لازم مارسيل كولر موجود، وبالتالي هو اللي بيقول، هو اللي بيدي الليله، هو اللي المفروض بيقول لهم هنعمل ايه. انما فكره ان احنا نجتمع من غيره، فهذا شيء جديد على مسامعنا. طيب الحاجه اللي نتكلم عليها، وهي النهارده كان في التدريب بتاع النادي الاهلي. التدريب كان كويس. قبل التمرين كان فيه محاضره فنيه طويله، السيد مارسيل كولر شرح فيها خطه المباراه اتكلم فيها عن كل حاجه ليها علاقه بالمباراه، الطريقه اللي هيلعب بيها، الشكل اللي هيلعب بيه، الفريق اللي هيلعب بيه، كل حاجه. ثم بعد ذلك، بعد الاجتماع اللذيذ ده ما خلص، طلعنا على الملعب، عملنا تقسيمة. التقسيمة كانت لفرقتين، فرقة اللي هتلعب المباراة وفرقة تانية بتعمل يعني زي ما بنقول ايه، الخطة المضادة، اللي هو انت يا جدع عايز تعمل حاجة، طب انا هحاول ابوظها لك. فاهم؟ ده يعني حاجة. طبعا واحد يقول لي طب احنا ليه مستعجلين وبنعمل الكلام ده؟ دي خلي بالك سياسة كولر ليه سياسة معينة، وهي فكرة ان انا من قبل ما بسافر بكون خلاص انا عامل كل حاجة هنا في مصر، بحيث لما اروح هناك مش مضطر ان انا اقعد اعيد وازيد. وخلي بالك هي طريقة لعب او افكار معينة هي اتحفظت اوريدي، يعني انت طول الموسم بتلعب بيها. بالتالي والله احنا هنبدا بواحد مثلا، لو هنفترض ان كولر بيلعب بثمان خطط، فيقول لك والله انا هلعب بالخطه رقم خمسة وستة في الاول، والله الدنيا مشيت فنكمل بيهم، طب الدنيا ما مشيتش نجيب سبعة وثمانية من الدرج، طب الدنيا ما مشيتش نجيب اتنين وتلاتة من الدرج، على حسب سير المباراه وعلى حسب الملعب شكله عامل ازاي وعلى حسب حاجات كتير. فممكن تبقى انت نازل بطريقه معينه، هوب بتتقلب لحاجه تانية، هوب الهجمه بتختلف. فدي حاجه برضو لازم تكون عارف. بس هي في الاول وفي الاخر هي حاجات محفوظه. ابدا بايه بقى ما ابداش ايه، دي حاجه. وممكن برضو بيبقى في لعيبه انت ممكن تعملها مفاجاه، يعني ممكن تفاجئ مثلا حد معين. طيب تعال نتكلم على القايمه، وبعد كده عايز اقول لك مفاجاه حصلت وحاجات مهمه جدا. القايمه فيها محمد الشناوي في حراسه المرمى، ومصطفى شوبير، وعلي لطفي، دول في حراسه المرمى. الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ورامي ربيعه. خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه، عمرو السوليه، حسين الشحات، احمد القندوسي، احمد عبد القادر، قفشه، كوكا وكريستو، وطاهر محمد طاهر. في الهجوم كهربا وتاو ومحمد شريف. طبعا في 9 لعيبه تم استبعادهم من الرحله بتاعه المغرب. التسع لعيبه دول هم ايمن اشرف، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، شادي حسين، فخري الدبيس، محمد اشرف، رأفت خليل وسافيو. الاثنين تم استبعادهم بسبب الاصابه. طب اللي قبليهم يا جدع دول ايه؟ لا دول حاجات فنيه.
حاجات فنيه. يبقى احنا بنتكلم على ناس تمت استبعادها لاسباب فنيه اللي هم السبع لعيبه دول. اما الاثنين الاصابه فهم رأفت خليل والاخ برونو سافيو، وطبعا الاصابات الطويله زي اكرم توفيق وكريم فؤاد دول برضو نفس الكلام. بالمناسبه خلي بالك الوداد المغربي اعلن ان زهير المترجي خارج خلاص المباراه رسميا بسبب الاصابه في الكاحل، وكمان عبد الله حيمود اللي هو كان عمل عمليه الزايده ده برضو مش موجود معانا في الرحله برضو بتاعه المغرب، مش هيكون موجود في المباراه. فاتنين لعيبه برضو من الوداد المغربي مش هيكونوا موجودين. طيب الحاجه اللي كمان لازم تكون عارفها ان انت النهارده بعد التمرين طلعت على المطار، ركبت الطياره الخاصه. الخطيب طلع مع الرحله واستغل الرحله في انه يعمل اجتماعات مع اللعيبه، اجتماعات مع اللعيبه، قعد يتكلم معاهم، يحفزهم، الكلام ده كله، جلسات منفرده، يقعد مع ده شويه ويقعد مع ده شويه. يعني الخطيب كان يعني مقضيها، بيطلع يعني يقعد شويه مع معلول، يقعد شويه مع مش عارف مين، يقعد مع ده، يقعد مع ده مع ده. فقعد اتكلم مع كل اللعيبه، كل اللعيبه بدون استثناء قعد يتكلم معاهم. طبعا الرحله طويله فنقعد بقى نتكلم مع ده شويه، ده 10 دقائق، ده 5 دقائق، ده 7 دقائق، واحنا بقى لسه الطريق طويل فبنسلي نفسنا. فطبعا كان كلام مهم جدا. الخطيب طبعا كل واحد بقى وليه حاجه، وتخلي بالك برضو الخطيب نجم كبير فعنده خبرات كبيره جدا بالحاجات دي، وياما مرت عليه حاجات زي كده كتير جدا في مسيرته مع النادي الاهلي، وبالتالي فدي حاجه لازم تكون عارفها. الحاجه اللي كمان لازم تكون عارفها وهو كريستو. طبعا احنا هنا وانا كاتب لك طبعا ان مفاجاه ان كريستو مش عارف ايه. طب ايه المفاجاه؟ المفاجاه ان كريستو موجود معانا في القايمه. هو واحد يقول لي طب وايه المفاجاه في كده؟ المفاجاه يا باشا انه ما كانش هيبقى موجود، ولكن الراجل تالق بشكل قوي جدا في التدريبات. الراجل عمل تدريبات قويه جدا في النادي الاهلي من ساعه لما رجع من كاس العالم للانديه، وده اللي اكبر كولر انه ياخده، ده اللي اكبره. مش بس انه ياخده، ده في تفكير كمان ان الراجل ممكن يلعب بكريستو في اجزاء من المباراه. في بقى في ساعات في اللي هو ايه الفكر الاكستريم يقول لك والله احنا ممكن نبدا بيه في المباراه، ولكن خلي بالك كريستو هيعاد توظيفه، مش زي ما انت فاكر. يعني مش هينزل يلعب كجناح، لا، كريستو هيعاد توظيفه في الملعب بطريقه مختلفه كراجل ثالث في نص الملعب. يعني انت مثلا بتلعب في نص الملعب بحمدي فتحي، مثلا مروان عطيه، ديانج، هو يبقى ثالث مع اي تركيبه يحطوه كراجل ثالث معاهم. فدي حاجه هتشوفها الفتره الجايه، كريستو هيتم تعديل المكان بتاعه في النادي الاهلي. فالراجل قدم زي ما بقول لك شكل كويس جدا. واحد يقول لي طب هل عندك يعني معلومات عن التشكيل؟ التدريب كان سري جدا وما فيهوش اي حاجه، اللي انا بقوله لك ده المعالم الخارجيه، انما التدريب التشكيل الكلام ده كله فده كان سري، التمرين كان مقفول، وبالتالي ما فيش اي معلومات تقدر ان انت تجيبها. نفس الكلام خلي بالك هناك انت في حاله من حالات السريه، كولر طلب ان يبقى في سريه تامه على التدريبات، محدش يحضر ولا حتى اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يحضروا، ولا اي حد يكون موجود في التدريبات. الفريق بس هو اللي يكون موجود، اما الباقي الناس ما حدش يكون موجود. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. برضو من الحاجات اللي لازم تكون عارفها وهي ان السيد فوزي الاقجع ووليد الركراكي راحوا للبعثه او راحوا لفريق الوداد المغربي عشان يحفزوهم على المباراه، وكان ليهم تصريحات وقال لك ان يعني وليد الركراكي قال لك ان احنا يعني ايه المباراه في المتناول ونقدر ان احنا نكسب. وطبعا الصحف المغربيه شغاله على فكره ان دفاع الاهلي في التعبان والكلام ده كله، فان شاء الله خير. انا متفائل. واحد يقول لي انت متفائل ليه؟ متفائل لان احنا العمليه هاديه المره دي، مش زي المرات اللي قبل كده. المره اللي فاتت او السنه اللي فاتت احنا كنا مشغولين في معارك جانبيه كتيره، اما المره دي لا، احنا مركزين في فكره ان انت يعني مش داخل في حوارات، وبالتالي ده شيء مطمني على المستوى الشخصي ان احنا لا مركزين بتاع عكس الناحيه التانية. احسس ان الجو الاحتفالي هناك طاغي قوي، وده شيء ايجابي. خليهم يحتفلوا وخليهم الكلام ده كله، واحنا خلينا في تركيزنا ونحاول ان احنا نظبط الدنيا. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. بس كده، السلام عليكم.